المسلسل ديال كازا ستريت هو الدور ديال شيماء، هي ام لطفله من الاطفال اللي غيعيشوا الاحداث اللي غنعيشوا معاهم الاحداث في شوارع الدار البيضاء. دور اللي كان قاسي عليا انا كأم، لانه دائما في جميع المواقف وجميع المشاهد كنت كنحاول نتخيل راسي انا اللي وقع لي هذا الموقف، ولا انا اللي تجلالي ولدي ومشى عليا. يعني كانت فريمون مشاهد قاسيه جدا 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 عليا كأم وكممثله ايضا، لانه كان عندي بزاف ديال المشاهد اللي فيها البكاء بزاف. فكانت صعبه شويه، ولكن كانت زوينه بزاف ومشوقه، لان كتعيشها كامله بالاحاسيس ديالها، بالجوارح ديالك انت كممثل. فهذه كانت حاجه مزيانه، فكنتمنى انها توصل للجمهور. علاش وافقت على المسلسل؟ لانه الفكره جميله جدا، عجبتني الفكره ديال اننا نتبعوا اطفال هما اللي يكونوا ابطال ديال مسلسل مليء بالاكشن. عجبتني الفكره ديال ان يكون اول عمل اصلي ديال شاهد 100% مغربي. عجبني التعامل مع شركه الانتاج اللي مولفه كنتعامل معها، عجبني الكاستينغ، عجبني الدور ايضا، وعجبني المخرج ايضا. فانا علي مجبود كنحبه بزاف بزاف وكيعجبني نخدم معاه، ماشي اول مره كنتعامل معاه ودائما كنتمنى نتعامل معاه. موضوع شويه حساس، ولكن ماشي كنستفردوا به حنا كدوله. موضوع اللي ممكن يعيشوا اي واحد في اي دوله. لو فيت اننا نعرضوه في منصه عربيه كيشوفها جمهور عربي، كنظن انها شيء زوين باش اللي عنده حتى هو هذه الظاهره يحاول يحط الاصبع ديالو على هذه الظاهره وعلى هذا المشكل بحال اللي كيديرنا حنايا، واللي ما عندوش هذا المشكل يرد البال معاه باش ما يكونش. واخا كنظن ان ما كاينش حتى شي دوله لا عربيه ولا اوروبيه ولا اي حاجه ما فيهاش هذه الظاهره هذه. هذا المسلسل تتكلم على الاطفال ديال الشوارع، ولكن ماشي على الاطفال ديال الشوارع، حيت اطفال الشوارع غير لي بيرسوناج اللي بغينا اللي حطيناهم في هاد لا سيتوياسيون، حيت بغينا نوريو واحد كازابلانكا اللي ما معروفاش بزاف. مي المسلسل الجانب ديالو ماشي درامي. المسلسل اولا حكايه حب بين اشخاص، و سي اوسي واحد دي سيكونس اللي بغينا نصوروا ونوريو كازابلانكا بواحد الوجه اخر، حيت كازابلانكا بحال قلتي بيرسوناج حتى هو ديال الفيلم، بيرسوناج كبير في الفيلم. هاد المدينه تقدر تردك شي واحد ولا تقدر تهبطك لشي حويجات صعاب بزاف. دونك ولكن المسلسل تيدور سورتو على لينوسونس ديال الدراري والاحلام ديالهم وكيفاش يتواجهوا مع هاد المشاكل، حيت هاد المشاكل اللي ردهم كبار يكبروهم. فايت سان فواياج انيسياتيك اللي يديروها الدراري. دونك ما كاينش الدراما، كاين لاكشن، كاين بزاف ديال دي مومون تري فور ديال الضحك بيناتهم، و سورتو سي واحد المسلسل اللي تيهضر على فوالا على الحب اللي تيكون فينا فاش تكونوا صغار واللي تنقتلوه فاش نكبروا. الدور ديالي فاتن اللي هي كتبيع، عندها محل ديال الورد وعندها بيبينيير. الشخصيه ولا التركيبه ديال الشخصيه هي انسانه هاديه رقيقه، عندها علاقه غراميه مع واحد الشخص اللي كتربطوا علاقه بهذوك الاطفال اللي هما ابطال العمل، واحداث مشوقه في المسلسل. واول مره كنشوفوا شركه انتاج اللي كتعامل مباشره مع شاهد، وهذه شي حاجه اللي كتفرح وان شاء الله ينال اعجاب الجمهور. هو الموضوع اللي طرحناه في هذا المسلسل اللي هو الاطفال اللي كنشوفوهم في الزنقه كل نهار في لي فيروج كيبيعوا كلينكس، كيبيعوا المسكه الورد وهذا الشيء. قربنا شويه الحياه ديالهم، شفنا المعاناه ديالهم ومشاكلهم. بالعكس كانت حاجه زوينه تسلي الضوء على هذه الفئه من المجتمع. انا من اكثر الناس كيبقاو فيا، واكثر الناس ملي كنلقاهم في شي فروج كنحاول ننصحهم ونوجههم، حيت المفروض الوالدين هما اللي يهتموا بولادهم. ما كناش قادرين على الاولاد ما نولدوهمش، ما نعيشوهمش، نحرموهم من طفولتهم، نحرموهم من القرايه. اول اعمال شاهد الاصليه المغربيه، الدور ما بين ادوار رئيسيه، دور الشرغو فريمون واحد الدور اللي زوين بالنسبه ليا، سورتو غيكون من اول الادوار اللي غتكون مبدله لربيع السقلي في المسار ديالو.
القصه كدور حول اطفال الشوارع ديال كازا، يعني فاش نسمعوا كازا ستريت وازقه كازا ماشي زوينه. كنمشيو للاحياء الشعبيه النوار ديال كازا، داكشي اللي ما كيبانش بالليل، داكشي ديال الفروجات اللي فاش حنا غادي يجي عندنا واحد يبيع لنا كلينكس كنطلعوا الجاج بوتيتر نمشيو، ولكن كازا ستريت غتوقف عند داك الولد ونعيشوا مع قصه. فريمون شي حوايج اللي طرق لهم المسلسل مهمين بزاف، وفيه رسائل كثيره للاطفال ولا الوالدين اللي عندهم اطفال. كنتمنى من الجمهور انه يتابعوا. انا اللي لعبت البيرسوناج ديال بدر. صراحه البيرسوناج ديالي داز شويه صعيب، كانوا فيه شويه الصعوبات، مي الحمد لله تغلبنا عليه. دوري في المسلسل هو واحد الدري كيعيش مع والديه. حنا كيف ما كنقولوا المغاربه، الاب ديالي ديما كيدخل سكران الدار، كيضرب الام ديالي، كيتعدى عليها قدامي وانا جالس حداها. واحد الخطره قلت شنو غادي ندير، جلست مع راسي مزيان وقلت شنو غادي ندير. قلت لها ما نخرج للزنقه، احسن ما نبقى نشوف الام ديالي مسكينه ديما معذبه في عينيا. قلت لها ما نخرج للزنقه. ملي خرجت تلاقيت بعامر وسلمى كمال اللي هما حمزه ونسيم. ملي تلاقينا صافي جمعتنا واحد الاخوه، ومن بعد لقينا الصاك ديال الفلوس وصافي لا صغيره تبقى غاده بحال ما هكا. الدور ديال حمزه بطولة كازا ستريت. حمزه اللي هو واحد الشخص اللي ولدته ماماه وهي صغيره، ولدته سمحات فيه، غادي يتربى في دار الخيريه وغادي يكبر فيها بحق. غادي ما توصل لواحد اللاج غادي يهرب وغادي يرجع عند والديه. في الاخر غادي يسمحوا ما يقبلوش.